السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. تعالوا نصلي على النبي بقى ونشوف اليوم النهاردة. كانوا اخواتي عندي قبلها بيوم وشوف الدنيا كانت عاملة ازاي. طبعا بعد ما مشوا لميت كده المواعين ولميت الدنيا، مقدرتش اعمل اي حاجة ان انا كنت صايمة. كان تاني يوم العيد وبرضو مش مفوقة، يعني عرفت ان هما جايين على فجأة ودخلت على المطبخ على طول، فخدت المواضيع كده ورا بعضها. قمت تاني يوم بقى طبعا مسكت المطبخ كده زي ما انتوا شايفين، لميت المواعين كلها ابتديت اعمل فيه بقى. شوف هنعمل ايه. بصراحة كان يعني اما يكون انت بقى مروقة الشقة وعايزة تحافظي عليها، النظافة صعبة وتحافظي على النظافة اصعب عشان الدنيا تفضل رايقة. مسكت البوتاجاز بقى كده كله. طبعا الاكل اتعمل بسرعة، في ثانية في ساعتين كنت مخلصة كل الاكل. عملت حاجات سهلة يعني وما عملتش محاشي ولا الكلام ده، فالمواضيع ما خدتش وقت. اهو صبنت البوتاجاز اهم حاجة كده بعد ما لميت الدنيا. والمواعين بقى مسكتها كلها غسلتها وشلت كل حاجة في مكانها، وخرجت برا كمان برضو روقت الدنيا برضو. عملت حاجات كتير في اليوم ده الصراحة. اهو بصوا المواعين غسلت كل ده غير اللي انا شلته. اهو بصوا المواعين قد ايه. يلا الحمد لله بدأتها وخلصت كله وروقت ولميت الدنيا ومسكت الدنيا كلها. الشقة كنستها كلها بالمكنسة وقلت نروق بقى ونشوف هنفطر ايه، اننا احنا صايمين. كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى حبايبكم يا رب، ويعودوا عليكم الأيام بخير. وطبعا اخواتي جم نوروا الدنيا وشرفوني والله العظيم. ربنا ما يقطع علينا سعادة يا رب، احنا كل المسلمين جميعا. بس خلاص هنا كده كمان اهو بشيل الحاجة في مكانها عشان الدنيا تهدى. كل حاجة في مكانها طبعا، محدش بيعمل حاجة، كله في العيد بقى ومأنتخ. ولو انا ملمتش الدنيا في ساعتها الدنيا هتتبهدل. فقلت ايه يا بنت خلصي يلا اللي وراكي عشان الدنيا تروق وابقى براحتي. لميت المواعين كلها وروقت الدنيا بقى كل ده بقى هنشوف هنطبخ ايه. احنا لسه مكررناش. هنعمل بقى حاجة سهلة. جيت على بره كده بالمكنسة الكهرباء ولميت كده بالشرشوبة. طبعا الدنيا نظيفة بس طبعا متبهدلة بتاع فتفوتة عشان النمل والقرف ده بقى. الصيف جه كل حاجة ظهرت معاه. بس كده خلاص اهو اتلميت الشقة كلها كده والصالة بره. تنيت السجاجيد وكنست بالمكنسة وتنيت كده ولمعت حواليها بالشرشوبة عشان الدنيا تفضل نظيفة. وبعدين دخلت على المطبخ بقى اشوف هطبخ ايه. بس كده اهو رجعت كل حاجة مكانها. يعني الحاجات دي يوميا بتتعمل في العادي بقى، ان احنا نكنس ونروق بالمكنسة ونلمع بالشرشوبة كده ونلم الدنيا عشان الدنيا تفضل نظيفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بس اهو خلاص خلصنا وهنشوف بقى هنعمل ايه في المطبخ. رجعنا كل حاجة مكانها. الدنيا هديت وراقت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى الشقة رجعت نضيفة تاني في ثانية. بصراحة هما جم شرفوني والله، وكان يوم جميل وقعدنا مع بعض واتبسطنا الحمد لله. بصوا المطبخ رجع تاني زي الفل اهو الحمد لله. هنشوف بقى ده شوربة فول النابت. طبعا انا اللي باكل فيها لوحدي. جانا قالت لي اعملي لي يا ماما جرب، فعملت لها عجبتها قوي على فكرة. عاملاها من اول يوم العيد اهو. بصوا طعمها تحفة. عملت شوية مكرونة وسخنت الرز ده كان فاضل، وكان عندي حتتين بانيه في الفريزر متبلين يعني، عملتهم برضو اهو. وكان ده شكل الفطار. يلا كل سنة وانتوا طيبين. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.